السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بأحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. الاقتراح ديال اليوم غنديرو حلوة ديال ريش بوند اللي معروفة واللي معشوقة الجماهير، ولكن غنديروها بنكهة ديال الشوكولاتة كتجي روعة صراحة. كتجي لذيذة بزاف ومغايرة، وفي نفس الوقت مقادير اللي هما اقتصاديين بساطين، يعني شي حاجة اللي متوفرة فعلا. فاش كنقول المكونات يعني موجودة في كل بيت، فهي فعلا مكونات اللي هما بساطين يقدر اي واحد يديرها، يعني بكمية كتعطينا كمية وفيرة وبمقادير اللي هما قليلين. فالكل كيعرف حلوة ريش بوند، ولكن اليوم غنديروها بمذاق ديال الشوكولات، فكتجي رائعة وكتستحق التجربة. فبسم الله على بركة الله. كنحتاجو جوج ديال البيضات اللي كيكونوا بحجم متوسط. كنديرو كاس لارب ديال السكر سنيده. الكل غادي طبعا ما ذكرت لكمش يعني الخلاط، فهي طريقه اللي سهله. كنديرو كاس لارب ديال الزيت، واحد معلقه ديال الزبده، يعني ماشي كميه كثيره وممكن تستغناو عليها، يعني الا ما كانش متوفره فممكن انكم تستغناو عليها. واحد ساشي ديال الفاني، قبيصه ديال الملحه دائما كنديروها. هنا غندير واحد معلقه ديال العسل، يعني ممكن حتى هي الا كانت متوفره كان بها، ما كانش متوفره يعني ممكن تستغناو عليها. غير هو العسل كيعطينا واحد الطراوه اللي هي زوينه لهاد الحلوه هادي. هنا كنضيفوا جوج معلقات ديال الكاكاو، او ممكن نعوضوهم بجوج ساشيات ديال الكاكاو ديال الساشي. يعني الكاكاو الا كان من نوعيه جيده فهو كيكون صراحه زوين وكيعطينا مذاق رائع جدا. هنا كنخلطوا كل شيء في هذا الروبو. يعني هاد الطريقه هذه كتسهل علينا بزاف، يعني كل العناصر كلها كتمتزج. هذيك السنيده كتذوب، الزبده كذلك، يعني العناصر كلها كتمتزج وكتوفر علينا الوقت، يعني اقتصاديه يعني في الوقت بزاف. يعني هاد الطريقه اعتمدوها فهي صراحه زوينه بزاف. صافي كنسكبوا الخليط كامل، يعني في واحد القصريه او في شي اناء اللي غادي نخلطوا فيه. هنا كنضيفوا الدقيق، يعني الدقيق اللي كيكون خاص بالحلويات، يعني كان الا كان متوفر فهو احسن، كيعطينا نتيجه اللي هي مزيانه. هنا تقريبا هزت لي 3 ديال الكؤوس، ولكن نتوما عاوتاني غتشوفوا على حساب الدقيق. هو ما خصناش ندخلوا فيها الدقيق بزاف لان فيها الكاكاو، والكاكاو كما كتعرفوا فهو كينشف الحلوه، يعني كيعطيها واحد القوام اللي شي شويه ناشف. فبالتالي يعني الحلوه ديالنا ما خصش يكون فيها الدقيق بزاف، يعني ما ندخلوش فيها الدقيق. هنا ضفت جوج الاكياس ديال الخميره الكيماويه، يعني كنخليوها هي المرحله الاخيره. صافي وكنبقى نجمع الخليط، ما كنعجنوش، يعني غير كنجمعو بالاطراف الاصابع حتى كيمتزج لينا داك الدقيق مع يعني مع العجين، وكتولي لنا يعني كيتوحد لنا اللون وكيعطينا داك اللون ديال يعني داك اللون ديال الشكلاط. صافي هنا من بعد ما دخلت الدقيق كله في العجين، يعني كي كتشوفوا يعني القوام ديالها كتكون عجينه اللي هي خفيفه، يعني غير كنحط الاصبع ديالي كيهبط راسو. هانتوما كتشوفوا يعني خصها تكون خفيفه. علاش؟ لان كما قلت لكم الكاكاو كيشرب لنا الحلوه، يعني كتنشف، فبالتالي ما ندخلوش فيها الدقيق بزاف الا بغيناها تجينا لحلوه فتيه ورطبه. الا دخلنا فيها الدقيق بزاف غتجينا قاصحه. صافي هنا كنبداو نشكلوا الكريات ديالنا، كنديروهم انا درتهم بهذا الحجم اللي هو صغير لان مازال غادي ينتفخوا لنا في الفرن. وممكن والشكل اللي ممكن ديروا اي شكل بغيتوه، بغيتو ديروه هكذا دائري، بغيتو ديروه يعني اوفال، بغيتو ديروا اي شكل، يعني كيبقى لكم حرية الاختيار. يعني اي شكل بغيتو كديروه. ممكن ديروهم اصغر منها، يعني من هذا الحجم، وتلصقوا مثلا وحده مع وحده يعني الشكل التقليدي ديال ريشبون اللي كنا كنديروا شحال هادي. يعني ممكن انا بغيتهم بهذا الشكل هذا كندير يعني الحبات كيكونوا شويه متوسطين، ماشي صغارين وماشي كبار. صافي يعني غادي نخدم غير حبه بحبه، يعني ما غنلصقهمش بحال الطريقه التقليديه اللي كنا كنديروا.
المهم هذه غير فكره لهاد الحلوه درشبوند يعني الشهيره اللي صراحه كتذوب في اليد قبل الفم، فهي لذيذه بزاف واقتصاديه يعني ضروري يعني ضروري منها. يعني في حلويات ديال الاعياد والمناسبات ضروري كنديروها، وحتى في يعني في الايام العاديه ضروري منها في المنزل. وكتخرج لنا ما شاء الله كميه اللي هي وفيره. هنا خرجت لي جوج ديال الطاوات، فكتخرج لنا تقريبا 40 او 45 حبه. صافي في هاد الاثناء الفران كيكون مشعول، كنشعلو عليها من التحت حتى كتشد راسها، ومن بعد كنشعلو عليها من الفوق. كتاخذنا تقريبا واحد 20 دقيقه. هنا كندوز درت اللاطه الاولى ديالي في الفرن، كندوز كنخدم يعني نكمل الطاوه ديالي الثانيه. بين ما خرجت الاولى كندير الثانيه. فهاد الاثناء غندوزو غنصايبو يعني داك السيرو اللي غادي نخدمو به، يعني الخليط اللي غادي نخدمو به اللي غنديرو فيه الحلوى. يعني في بديل الكونفيتور هنا غنديرو الشكلاط. درت كأس ديال الحليب، 3 المعالق ديال السكر، معلقه ديال النشا، واحد معلقه كبيره ديال الكاكاو او ساشي ديال الكاكاو، وربع كاس ديال الزيت. هنا كنحرك العناصر كلها حتى كتمتزج، كنوضعهم فوق النار حتى كتعقد لنا الخليط. يعني الخليط ما كيجيش ثقيل لان ما درناش فيه كميه كثيره ديال النشا، درنا غير معلقه. كنضيف واحد 6 القطع ديال الشوكولات، يعني الشوكولات عادي كالا او ماكاو. صافي كنمزج الخليط جيدا، يعني حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا كي كتشوفوا، يعني كتكون واحد الخليط اللي هو جاري، ماشي قاصح ماشي عاقد. يعني بحال الخليط اللي كنديروا ديال الكونفيتور اللي كنديروا فيها الرشبوند العاديه. هنا خديت واحد الكميه ديال الكوك. نحاولوا تاخذوا الكوك اللي كيكون ميدم، فاش كديروه ما بين الاطراف ديال الاصابع ديالكم فهو كيطلق واحد الزيت. هذاك هو الكوك اللي تعتمدوا. صافي هنا كنبدا يعني كياخذ ليا واحد اللون ذهبي، ماشي بزاف، غير واحد 3 ولا 4 دقائق على يعني على النار. هانتوما اللون اللي خدا. كنضيف ليه واحد نص معلقه ديال الكاكاو غير باش كتعطيني داك اللون، يعني كنمزجهم. هنا غادي نديرهم بيديه، غنحاول نخلطهم بيدي باش كيدخل داك الكاكاو في الكوك. يعني هاد الشكل ديال الكوك كيجي صراحه زوين بزاف وكيعطي واحد المذاق اللي هو لذيذ. هانتوما الحلوه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن كتجي بهذا الشكل هذا، ما كتفوتوش فيها الطياب باش ما تجيش ناشفه. صافي كيكون داك الخليط سخون، يعني مباشره كنحطوه يعني كيكون سخون باش كيشرب لينا هذيك الحلوه كتشرب لينا. يعني الحلوه خرجناها من الفرن يعني كتكون بردات، ولكن الخليط كيكون سخون. صافي كنبداو نحطوهم في هذا الخليط هذا، كنخليهم واحد شويه يعني واحد دقيقه غير كيتشربوا لينا. يعني كنغطسوهم وكنحيدوهم وكنديروهم في الخليط ديالنا ديال الكوك. يعني الطريقه المعتاده العاديه اللي كنخدموا بها مثلا الريشبوند اللي كنديروها في الكونفيتور ونديروها في الكوك، يعني نفس الطريقه هي، غير بدنا يعني الكونفيتور بدناه بهذا الخليط ديال الشوكولات، والكوك حتى هو زدنا ليه واحد يعني الكاكاو. يعني درنا واحد الاضافه اللي هي زوينه ومغايره، ممكن نستعملوا غير يعني هاد جوج انواع، نديرو ريشبوند العاديه وهاد ريشبوند، يعني كيعطيونا واحد جوج ديال الانواع ديال الحلوى اللي كيجيو صراحه زوينين بزاف ولذاذين في نفس الوقت. صافي كنستمروا بهاد الطريقه، كنغبروا نحاولوا نغبروا هذيك الحلوى ديالنا بالكوك. كتجي صراحه هاد الحلوى كتجي لذيذه بزاف وزوينه، يعني كتسالى قبل ما كنبداوها. والله العظيم لا كتسالى صراحه قبل ما كتبدا، بقوه انها لذيذه وفي نفس الوقت هشيشه دغيا يعني دغيا كتستهلك. يعني كما كتشوفوا كان هذا هو الاقتراح ديالنا اليوم. يعني كتجي لذيذه بزاف وهشيشه. هانتوما نقسمها معكم، يعني كتقسم بحال كتقسم شي كيك، يعني ماشي ما تقولوش كاع يعني راه كتجي صراحه زوينه وهشيشه كتذوب في اليد قبل الفم. فكتستحق تجربه، جربوها في هذا العيد ان شاء الله. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه. ففعلا
حلوة اللي كتستحق تجربة وزوينة بزاف، كتبقى دائما هاد الحلوة هادي في الطوندونس. هاد الحلوة دي عمرها ما يعني ما عمرها ما كديموضا، كتبقى دائما معشوقة الجماهير. وما تنساونيش، الله يجزيكم بخير، من الدعاء بالرحمة لأمي وأبي.